أهلا بكل متابعين في القناة وفي الصفحة. أتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة. هتكلم النهاردة عن مصر هتعمل مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن. عايزين تعرفوا الخبر ده بالتفصيل، خليكوا معايا. وقبل ما أتكلم ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس، اوعوا تنسوا. هتكلم في الموضوع إن مصر هتؤسس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن. فين؟ في قناة السويس. جاء ذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة ترسانة. بحثوا في الاجتماع عن سبل للحد من التأثيرات واضطرابات البحر الأحمر على قناة السويس وحركة الملاحة، في ظل أهميتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. زي ما انتوا عارفين قناة السويس مهمة جدا للتجارة العالمية. قاموا باستحداث خدمة جديدة بسبب الأوضاع الحالية والأزمات الموجودة على البحر الأحمر. زي ما انتوا عارفين الحوثيين بيضربوا في البحر الأحمر، فمأثرة على قناة السويس، ففكروا انهم يقدموا خدمات متنوعة للسفن العابرة في القناة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر، واستعرضوا رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلائم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية أو الظروف الطارئة، وتقديم خدمات متنوعة للسفن المارة، على رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة. يعني أي سفينة فيها مشكلة بيصلحوها. الحاجات دي ما كانتش موجودة زمان. فضلا عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع أكبر شركات عالمية. كمان اتكلموا في الاجتماع عن مستجدات وتحديث أسطول الصيد المصري. احنا كمان هنحدث الأسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توطين الصناعة في مصر، صناعة الوحدات البحرية وصناعة السفن واليخوت السياحية. احنا فعلا بنصنع سفن من زمان، ولكن احنا عايزين نطور من الصناعة دي. هي موجودة فعلا ولكن احنا بنطورها. في عمل مشترك شركة ترسانة السويس وشركة هيونداي الكورية، شركة كبيرة دي رائدة في مجال بناء السفن العالمية دي. عشان ايه بقى؟ عشان تطوير وقدرات وامكانيات ترسانة السويس البحرية الشركة بتاعتنا. يبقى احنا بنفكر في ايه؟ في التطوير. يبقى احنا مهتمين جدا بالصناعة المصرية، وكمان مهتمين بتطوير الصناعة دي. وبكده الحلقة خلصت. يا ريت ما تنسوا الاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس، وتتفرجوا على الفيديوهات القديمة، وتستنوني في فيديو جديد قريب جدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.